ده هو الموسم الثاني مسلسل لعبة الحبار، واللي حرفيا من اول ما نزل وهو مدمر مشاهدات نتفليكس. لكن ما وراء المسلسل اخطر بكتير، لان من بعد ما نزل الموسم الثاني والناس بدات تتكلم عن انها قصه حقيقيه، ايوه يعني كان في مجموعه ناس بتروح مكان بتخلص على بعض. زود عليها ان من الموسم الاولاني واحنا بنشوف رموز للماسونيه وعبده الشيطان. لكن الاخطر بقى لما تشوف الناس اللي هم اسمهم الشخصيات الهامه. ولو انت ما شفتش المسلسل، فالمسلسل بيتكلم عن 456 متسابق كلهم موجودين في مكان وبيلعبوا العاب اشبه ما تكون بالعاب الاطفال، ولعبه ورا لعبه المتسابقين دول بيتصفوا واحد ورا التاني لحد ما العدد ينكمش، وممكن في الاخر تصفصف على 2 أو 3، واللي بيكسب مبلغ نقدي كبير جدا. واللي بيشرف على اللعبه هم مجموعه جنود وبيديرهم واحد اسمه مدير اللعبه. وفي بقى مجموعه شخصيات اللي هم ممكن تعتبرهم السبونسر او الراعي الرسمي بتاع اللعبه. دول مجموعه ناس اغنياء بيتلذذوا بانهم يشوفوا الناس وهم بيخلصوا على بعض. ومن هنا بقى ظهرت النظريه. الشخصيات الهامه دول بيبقوا لابسين اقنعه وازياء وبيعملوا حفلات اشبه باللي بتعملها عيله روتشيلد. عيله روتشيلد دي لو ما تعرفش هي اكبر عيله في العالم بتمتلك اموال. مش هبالغ لو قلت لك ان هم ممكن يسلفوا البنك الدولي وانت ممكن تبحث عنهم. غير انهم من اكبر الداعمين للكيان المحتل. والحفلات بتاعتهم دي زمان كان بيطلع عليها كلام ان هم بيجيبوا قرابين وبيقدموها، لان ثروتهم او السر فيها انهم عاملين عقد مع الشيطان بذات نفسه. الرموز بقى اللي ظهرت في المسلسل، عندك حاجات شبه ان احنا في سيزون 1 بنشوف اكتر من رمز، منها الترابيزه اللي كانوا قاعدين عليها اللي اخده شكل الهرم. زود عليها كمان دايما بنشوف صلبان مقلوبه، والصلبان دي احنا شفناها فين قبل كده؟ ايوه بيستعملها جماعه عبده الشيطان في الطقوس بتاعتهم. ولكن اللي صدمك اكتر ان اللعبه دي كانت بتحصل فعلا على ارض الواقع. في اخر حلقه من السيزون الاولاني احنا اكتشفنا ان اللعبه دي بقى لها حوالي 30 سنه شغاله، يعني تقريبا من منتصف الثمانينات. في نفس التاريخ ده حصلت حادثه مشهوره جدا في كوريا، حاجه اسمها براذرز هوم او بيت الاخوه، وده ممكن تقول كده عليه معسكر تاهيل. ودي كانت حاجه عاملاها الحكومه عشان تلم كل المشردين والاطفال من الشوارع وتحطهم في معسكرات تاهيل، وحرفيا كان موجود هناك كل الاعمار. لكن بدات تحصل انتهاكات، حاجات من تعذيب لضرب، واوقات الموضوع بيوصل ان هم بيخلصوا عليهم، ومات هناك مئات الناس حرفيا. وخد بالك ده مش زي المسلسل، مش مثلا الفئه العمريه الكبار بس، لا ده المعسكر ده كان موجود فيه كل الفئات العمريه من اصغر عيل لاكبر واحد في السن. كانوا بيرغموهم ان هم يشتغلوا اعمال شاقه، واللي بيمتنع بيخلصوا عليه. وكانوا بيرغموه ان هم يلعبوا العاب، وركز في النقطه دي، واللي بيخسر في اللعبه كانوا بيصفوه. المعسكر ده فضل شغال من سنه 76 لحد 87، يعني حوالي 11 سنه، لحد ما اتكشف اللي بيحصل جواه والحكومه قفلته، وكانت قضيه كبيره. لو جيت بقى تبص على الازياء اللي هم كانوا لابسينها هتلاحظ انها شبه ازياء المسلسل مع اختلاف اللون، ده ازرق وده تقريبا اخضر. المكان اللي كان موجود في براذرز هوم هي مدينه بوسان، ودي نفس المدينه اللي اتولد فيها المؤلف بتاع المسلسل. طبعا هو لما اتسال عن حوار الرموز والاقنعه قال لك لا ده الغرض منها ان هي تخفي الهويه بس. ولما سالوه عن موضوع المعسكر قال لهم لا ان المسلسل خيالي ولا يمت للواقع بصله. انتوا بقى رايكم ايه في الكلام ده؟ هل ممكن يكون في اماكن موجوده دلوقتي في العالم بيديرها مجموعه من الناس الاثرياء من الظل، وبيجمعوا فيها الناس وبيعملوا فيه اللي بيتعمل في اللعبه؟ كان معاكم محمود زايد، سلام.